السلام عليكم. كل سنه وانت طيب يا وحش. في البدايه بمناسبه كميه المناسبات اللي داخلين عليها ان شاء الله الايام الجايه دي، ان شاء الله باذن الله يكون كلها ايام مناسبات سعيده باذن الله. داخل عليك عيد حب، في رمضان، في عيد فطر، في عيد فصباح مصاريف يعني. ربنا يقويك سبحانه وتعالى كده على الايه، على الايام دي، وان شاء الله تطلع من المخمطه دي على خير. فبقول لك كل سنه وانت طيب، فانت قسمها بقى على ايه المناسبات دي كلها. المهم انا عايز اتكلم معاك في نقطه مهمه جدا، واللي هي حصلت النهارده واللي صحينا عليها النهارده الصبح. اللي هو ايه؟ امام عاشور. صحينا الصبح كل واحد زي ما بيصحى اول حاجه بيعملها بيمسك موبايله. المهم ايه، فنمسك الموبايل، فريق النادي الاهلي، البعثه كلها توجهت لمطار القاهره عشان تسافر تنزانيا عشان ماتش يانج افريكان. فاتفاجئنا ان امام عاشور مش موجود. قلنا بقى يمكن يكون لا قدر الله حصل اخر تمرينه شد، حصل حاجه بتاع ظرف لا قدر الله، هيلحق بالبعثه في بتاع. لكن اكتشفنا ان كل ما الوقت بيعدي النادي الاهلي اصلا مش عارف امام فين. فشويه شويه بدات تتسرب اخبار كده ان هو عنده المتحول الجديد ده اللي مبهدلنا كلنا ومخلينا كلنا تعبانين، وان بسببه ده اللي خلاه تخلف عن السفر مع البعثه. لكن وعلى اخر اليوم كلنا اتفاجئنا بقرار النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لازم يطلع بيان يقول لنا اللعيب ده راح فين. بقى ما كلنا شفتش امام عاشور يا حاج، لا والله يا ابني ما شفتش امام عاشور يا حماده، لا والله يا اما ما شفتش فطبيعي النادي الاهلي يطلع بيان يقول لنا اللعيب ده مختفي فين. فضلنا كلنا نتساءل لحد ما طلع البيان اللي كلنا مستنيينه من الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره بالنادي الاهلي، اللي بيقول فيه ان امام عاشور هيتم توقيع عليه اقصى عقوبه او اكبر عقوبه حصلت في تاريخ النادي الاهلي، وهي 1.5 مليون، وانه يتمرن لوحده منفردا لمده اسبوعين كعقوبه بسبب ايه؟ انه ما سافرش مع البعثه. من هنا اتاكدت ان العذر او السبب بتاع حته مرضه دي مش هي دي. شويه شويه والوقت بدا يمر لحد ما بدا الاعلاميين يجتهدوا، كل واحد عنده معلومه يطلعها، لحد ما وصلنا لكابتن شوبير. وانت طبعا عارف كابتن شوبير بيبقى جايب ايه، معلومته من الدهاليز. وهو كابتن شوبير اللي بيميزه عن الاخرين من الاعلاميين الرياضيين فكره ان ايه، بيعجبني فيه حته اللي هو خد مني وما ترجعش ورايا. فهو كابتن شوبير حتى لدرجه عمل فيديو خاص. هو النهارده ما عندوش حلقه في برنامجه وما قدرش يستنى بالليل، راح عامل فيديو لان هو الحدث الاهم طول اليوم. البلد كلها ماشيه تقول امام عاشور فين، امام عاشور فين. فالكابتن شوبير راح جايب موقف غريب قوي، وده اللي بسببه مخليني عايز اتكلم معاك. اللي هو ان امام عاشور مشكلته كانت في ماتش دجله، انه كان عايز يلعب ضربه الجزاء اللي زيزو شاطها وجابها جون. طيب يا صباح الفل، ده ايه الدماغ اللي احنا وصلنا لها دي؟ طيب بيقول لك ان هو بعد مسك الكرة وجاي يلعبها محمد هاني مشكورا ك لعيب من كباتن النادي الاهلي، اتربى في النادي الاهلي، واخد بالك، وطالع عارف المبادئ والكلام ده. قال له يا امام احترم الترتيب اللي حطه المدرب، وخد منه الكوره واداها لزيزو. زيزو دخل شاط الكوره والحمد لله ربنا وفقه وسجلها. بيقول لك حصل مشاده بينهم في الملعب، بس الموضوع عدى عشان عارفين فيه كاميرات بتصور والكلام ده، بياخدوا الحبه يعملوا منها قبه والكلام ده. فبعد الماتش ما خلص دخلوا اوضه اللبس وبداوا يكملوا خناقتهم جوه، لدرجه بيقول لك الكابتن وليد صلاح الدين، ده الكلام ده على لسان كابتن شوبير، بيقول لك الكابتن وليد صلاح الدين لدرجه انه اتنرفز عليهم بسبب ان المشاده بدات توسع يعني. المهم بيقول لك على اخر اليوم خلاص اتصافوا والدنيا خلصت والموقف عدى وبتاع، ومحمد هاني مش غلطان، محمد هاني عمل الصح. ما احنا عانينا من فكره الترتيب دي في كاس العالم للانديه بتاع تريزيجيه، لان كان المفروض وسام بعدين زيزو بعدين تريزيجيه، فهنعيده تاني. المهم يعني فايه الموضوع انتهى. وبعدين جه امبارح معرفش كان في تمرين ولا مفيش، بس اتصل بالدكتور خالد جاب الله وقال له ان انا تعبان ومش هقدر اسافر والكلام ده. قال له لا انت بالنسبه لي مفيش حاجه، ولو تعبان ايه تعالى المطار ونشوف، لو احنا لقيناك تعبان مش هنخليك تسافر مع الفريق. قال له لا انا تعبان ومش جاي. ده الكلام ده امبارح. النهارده راح في تليفوناته خالص زي ما انت قريت وسمعت. سيبك بقى من كل ده، اللي انا عايز اتكلم معاك فيه مبدئيا، والكلام ده يعني لو حد الناس اللي عندي من فتره كبيره يعني هيعرفوا ان انا من اول يوم امام عاشور، انا مش فكره الواحد يقطع فيه، لكن الواحد بيتكلم بعقلانيه، او ده رايي الشخصي يعني. من اول يوم امام عاشور في داخل النادي الاهلي وانا بصراحه، حتى والصفقه كانت بتطلع الاخبار بتطلع عنها وانها بتقترب والكلام ده، كان جمهور النادي الاهلي منقسم ما بين مؤيد للصفقه وما بين معارض للصفقه. لكن لما تمت كلنا كاهلاويه، ودي حاجه انا فخور بيها ان انا انتمائي لجماهير النادي الاهلي لانتمائي لجماهير بالعقليه دي، ان كله اول ما النادي الاهلي اعلن رسميا التعاقد مع امام عاشور كلنا اعلنا ان دعمنا للاعب ده عشان لابس تيشيرت نادينا.
الموضوع انتهى. وانا والعياذ بالله من كلمه انا واحد من الناس دول ومن الجماهير دي اللي بتشرف ان انا واحد منهم، طبقت الكلام ده على نفسي، ان اللعيب ده خلاص لابس تيشيرت النادي الاهلي فخلاص ليه مننا كل الدعم. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان انت شوف لعيب بالعقليه دي، لعيب بيتخانق على ضربه جزاء في ماتش في الدوري، يا نهار ازرق. فمعنى ان انت يا امام بتركز مع الكوره دي وعايز تجيب جون وعايز الكلام ده، معناه ان انت همك اللقطه قوي. ما هو اهم حاجه الفرقه تكسب. تاني حاجه زيزو، يعني احنا زيزو كاهلاويه، وهو في نادي الزمالك كانوا بيقولوا عليه زيزو ايه، زيزو بينالتي. يعني معروف ان زيزو ضربة جزاء بس هاتها من الشبكة، الجون حتى بيبقى واقف يعني اللي هو نظام ايه، بيبقى مستني يخش يجيبها من جوه. فانا مع الاسف الشديد يعني في الكلام اللي هقوله ده، ان انا من اول يوم لامام في النادي الاهلي وملاحظ ان هو مركز قوي مع اللقطه ومع الترند ومع الشو، وان هو يبقى الجماهير بتتكلم عنه، اللي هو يعني ايه، يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، جعان شهره. وده يمكن اللي خلاه ما نجحش مع ميتلاند الدنماركي وقعد شهرين ثلاثه ورجع، لان ما لقاش الزخم الاعلامي. يا راجل ده جمهور نادي الزمالك كان بيقول لك هو الاحق بالبلاون دور وشبهوه بكريستيانو رونالدو والكلام ده. انا ما عنديش مشكله في الكلام ده، امام لعيب كبير وهو حاليا احسن لعيب في مصر، لكن بتكلم على فكره ان امام افتقد ده لما احترف بره. وعشان كده من وجهه نظري امام عاشور بالعقليه دي مش هينفع في الاحتراف. يعني عامل مشكله وبيتعاقب باكبر عقوبه وهيتمرن لوحده، كل ده عشان ايه؟ عشان ضربه جزاء في ماتش في الدوري؟ يعني انا مش فاهم. ولا عشان الكلام اللي بيتردد ان في كشافين من الايطالي متابعينه والكلام. فاللي هو في الختام وفي النهايه عايز اقوله لك ايه، ان هو فكره عقليه امام عاشور انه يركز مع تفاصيل صغيره قوي كده، وفكره ضربه جزاء ده على كلام كابتن شوبير ان هي دي سبب المشكله بالنسبه له. لا هو احنا كده يعني احنا كده رايحين معاه فين؟ يعني النادي الاهلي لو جمده او عرضه للبيع او هو جاله عرض ومشي، انا عن نفسي هيبقى ده منطقي جدا، لان كده هتبقى الفلوس احسن. انت لعيب عندك بيزعل وما بيسافرش وبيتمارض وبيوقف الدنيا وبيلخبط حياته وبتعطل الدنيا وبتعاقب نفسك، وممكن النادي الاهلي يعرضك اخر الموسم للبيع عشان ضربه جزاء في ماتش في الدوري. هي ايه العقليه دي؟ فانت بتضحي بكل ده عشان خناقه على ضربه جزاء ومش ضربه جزاء، وفعلا يعني هو ترتيب مدرب. ففي النهايه اللي عايز اقوله لك ان انا بالنسبه لي لو اتفاجئت يعني مش هتفاجئ بقى لو لقيت النادي الاهلي اخر الموسم بيعرض امام للبيع ولا حاجه، ولا هو مثلا ما كملش معانا الموسم او اتجمد او اي حاجه، مش هستغرب، لان العقليه اللي زي دي ما تعرفش هتوديك لحد فين. يعني ما تعرفش العقليه دي انت ايه هتوديك فين. عموما هنشوف ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يوفق الفريق ان شاء الله يوم السبت في المباراه ونكسب باذن الله، ونبقى ضمننا بنسبه كبيره التاهل للدور الثاني، وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل في القصه دي. السلام عليكم.